السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بخوتي الجزائريين داخل الوطن وخارج الوطن ولكل متابعي القناة الأوفياء اللي راهم يدعموا في القنوات تاع ولاد بلادهم بالجام واللايك والبارطاج. خوتي الجزائريين كالعادة راكم تعرفوا أن القنوات الجزائرية راها تتعرض لهجمات قوية والسينيال قوي. نتمنى من خوتي الجزائريين أنكم تبارطاجوا هذا الفيديو بقوة، كثروا لنا اللايك، لأن اللايك يساهم في حماية القناة ويساهم في نشر الفيديوهات. كي تكثر لنا الجام ينتشر الفيديو، ومش خسارة ثانية تشترك في القناة تعود بلادك وتدعمنا وتساهم معنا في الدفاع عن الجزائر بطريقتنا الخاصة والمتواضعة. كما شفتوا خوتي، المظاهرات راهي في المروك طايح أكثر من نايض، وهذا واقع لأن نظام مملكة مراكش تمادى في تجويع وتفقير الشعب المروكي، والذي نعتبره شعب كان راضي بكل المهانة والذل. لكن في مواقع التواصل الاجتماعي خرجوا العياشة، راكم تعرفوهم، تراكتورات نظام المخزن وما شابههم، وعملاء الخارج كي رقاصة العيون، كي ذاك أمير حشاكم طز، أمير أفار، إلى غيره من شوقي بن قعرة. هؤلاء مرتزقة نظام المخزن، عملاء نظام المخزن، شركوا فهمهم باللي هذا المظاهرات وغادي تكون في الجزائر وإلى غير ذلك. شوف تغيظك من تشوف شوف محلل مصري خرج فيديو رائع وقصف هؤلاء العملاء والخونة. مش احنا رانا نهضروا، ها هو محلل مصري راه يرد عليكم. وعجبني الفيديو، تبعوا الفيديو الى الاخير، وغادي في الاخير ان شاء الله نرجعوا ونختموا الفيديو ان شاء الله. ما تنسوش الجام والبارطاج ومشاركة او الاشتراك في القناة. جنبا إلى جنب ذلك الذي يحدث في قلب الدولة المغربية، فوجئنا بأن تجار الأوطان وتجار الشعوب ظهروا من تحت الأرض وبدأوا يحاصروا الدولة الجزائرية، لدرجة أن احنا فوجئنا بأن هناك مطالب قادمة من الخارج، من أوروبا وتحديدا من فرنسا. المطالب ديت من أجل مش تحركات زي ثورة الجيل زد اللي هو جيل الشباب في المغرب، لا، ده احنا بقى نجيب عليها وطيها ضد دولة الجزائر ونولع فيها ونستهدف عبد المجيد تبون. مش عاملين فيها بطل هو كمان؟ لابد من اسقاط عبد المجيد تبون، لابد من ثورة. طب ثورة على ايه؟ دولة الجزائر مسستمة كل حاجة بشكل كويس جدا، ثورة ليه؟ دولة الجزائر نجحت في ان هي تقتحم مجلس الامن الدولي 4 مرات متتالية في شكل غير مسبوق، واثبتت فاعلية على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. لا مش مشكلة، اهم حاجة ان احنا نسقط عبد المجيد تبون، واهم حاجة نولع في قلب الدولة الجزائرية، نستثمر الوضع. من صاحب هذه الدعوات يا سادة؟ الخونة، تجار الشعوب، تجار الأوطان. هي دي بقى الوطنية من وجهة نظر هؤلاء الخونة. جم تجار المصالح، تجار الشعوب، بدأوا يطرحوا المطالب بتاعتهم من قلب أوروبا. احنا عاوزين نعمل في دولة الجزائر نفس اللي بيتعمل في دولة المغرب، بس بطريقة تانية، اللي هي ايه؟ نولع في دولة الجزائر، نقوم بإسقاط عبد المجيد تبون. طب تسقطه ليه؟ إذا كان رئيس عبد المجيد تبون قايم بشغل كويس جدا على افضل ما يكون، لدرجه ان هو بيدي دعم للشباب في تجربه غير مسبوقه على مستوى دول المنطقه العربيه، رغم كل التحديات التي تواجهها دوله الجزائر. دوله الجزائر اللي اصبحت من ضمن الدول المعدوده على المستوى الاقتصادي ما عليهاش دولار واحد ديون. دوله الجزائر الثابته على الموقف بتاعها بكل ما تعنيه الكلمه من معنى. دوله الجزائر اللي مرت بعشريه سوداء، كل دول العالم وكل الخبراء والاستراتيجيين بلا استثناء قالوا بالحرف الواحد: دوله الجزائر لن تعود مره اخرى كما كانت، بسبب الفوضى والارهاب والدمار والذبح والخراب اللي حصل في قلب الدوله الجزائريه لمده 10 سنوات متواصله. ورغم ذلك عادت دوله الجزائر مره اخرى وبشكل قوي. انت عاوز ايه؟ لا، ما هو حضرتك دلوقتي دوله الجزائر عاملين لنا فيها ابطال، وهي اللي رجعت المقعد بتاع سوريا في قلب جامعه الدول العربيه، هي التي تبنت الكثير من القضايا على مستوى مجلس الامن الدولي وعلى مستوى المنطقه العربيه. النتيجه كان لها دور رائع جدا، ولذلك المخطط بدأ من هنا، أنه لابد من إسقاط دولة تونس ودولة الجزائر بعد ما تم إسقاط دولة ليبيا، وبناء عليه شمال أفريقيا متفل وعشرة، وطبعا سوريا والعراق واليمن والسودان إلخ إلخ. يبقى كده الدنيا متفل وعشرة متسيستمة على أفضل ما يكون، بما يؤدي في النهاية لتنفيذ الأجندة بتاعة الشرق الأوسط الكبير، إعادة تقسيم المخطط. فالمطالب القادمة من الخارج بتقول ايه؟ انه لابد من عمل نفس هذه التظاهرات التي اشتعلت في قلب دوله المغرب في قلب دوله الجزائر، بما يؤدي في النهايه لاسقاط الرئيس عبد المجيد تبون واثاره الفوضى مره اخرى. طيب الشباب المغربي عمل التظاهرات بتاعته من الداخل في قلب دوله المغرب. الخونه والارهابيين وتجار الشعوب وتجار المصالح الموجودين في قلب الدول الخارجيه
هم الذين يسعون أساسا إلى إثارة الفوضى في قلب دولة الجزائر. يعني التظاهرات اللي هم بيخططوا لها، التظاهرات ديت جاية من بره دولة الجزائر. طب ازاي؟ تعالوا حضراتكم على التوازي. المفترض جدلا انك انت عندك منظومه صحيه وتعليميه متنيله ب 60,000 نيله في قلب دوله المغرب. انتوا رايحين تعملوا بنيه تحتيه خاصه بماتشات الكوره والرياضه والكلام الفاضي ده كله، وفي 7 8 سيدات ماتوا في بعض المستشفيات نتيجه الاهمال. الله يخرب بيوتكم. ايه اللي دخل دوله الجزائر في جمله مفيده؟ انت ليه بتحاول بقدر الامكان ايضا تخلي النيران المغربيه تصل الى دوله الجزائر؟ المصيبه هنا يا جماعه ان اصحاب الدعوات مقيمين في فرنسا، اللي هم خصوم الدوله الجزائريه، وثقوا تماما ان هذه التحركات القادمه من قلب فرنسا واوروبا مدعومه بشكل غير عادي من دوله فرنسا، اللي عمرها ما هتنسى الصفعات التي قامت الجزائر بتوجيهها لدوله فرنسا عده مرات متتاليه. عشان كده الدعوات قادمه من قلب فرنسا وما قادمه من قلب بعض الدول الاوروبيه وبالذات من فرنسا. فانت سيادتك دلوقتي الدعوات او التظاهرات التي اشتعلت في قلب دوله المغرب جايه من الداخل المغربي، الدعوات قادمه من الخارج. طب من الخارج ده انت متآمر وهبل. الدعوات بتطلب الثوره والفوضى حسبما اشارت التقارير الدوليه يا راجل يا طيب. السلطات الجزائريه اعلنت ان الجزائر عندها موارد كافيه لضمان حمايه تماسكها والسياسات العموميه في الصحه والتعليم والسكن الاجتماعي ودعم الشباب، كفيله بمنع اي تاثير خارجي. دوله الجزائر عامله شغل كويس جدا. دوله الجزائر ما عليهاش دولار واحد ديون. دوله الجزائر مستقره وامنه بعد عشريه سوداء عاشها الشعب الجزائري في ايام اسود من قرن الخروب. الرئيس عبد المجيد تبون نجح في ان هو يخلي للدوله الجزائريه كيان على المستوى الدولي. انا عمري ما شفت دوله تنجح في اقتحام عضويه مجلس الامن الدولي، العضويه غير الدائمه بمجلس الامن الدولي 4 مرات متتاليه، وتتبنى قضايا غير عاديه. الدوله الجزائريه تبنت مش قضاياها فقط لا غير، ولكن تبنت كل قضايا دول المنطقه بشكل مبهر. انت جاي تلعب في عداد عمرك وبتحاول بقدر الامكان تتاجر بقضايا الشعب الجزائري وتوصل التظاهرات بتاعه دوله المغرب وتدخلها دوله الجزائر، بما يؤدي في النهايه انك انت عاوز تعمل فوضى لمجرد الفوضى. لا، والاطاحه بالرئيس عبد المجيد تبون. طبعا المطالب ديت بتاعه مين حضراتكم؟ بتاعه القوى الغربيه. الرئيس عبد المجيد تبون مسح بايمانويل ماكرون الارض رئيس فرنسا. الرئيس عبد المجيد تبون نجح في ان هو يفرض سطوه الدوله الجزائريه بقوه ويجعلها جنبا الى جنب مع القوى الكبرى. الرئيس عبد المجيد تبون نجح في ان هو يحمي سياده الدوله الجزائريه في وقت المنطقه متنيله ب 60,000 نيله. الرئيس عبد المجيد تبون قاد الدوله الجزائريه الى درجه ان هي دعمت قضايا الشعب السوري والشعب الفلسطيني والشعب المصري ذات نفسه في ملف سد النهضه. انت جايب دعواتك القذره من الخارج عشان تعمل فوضى في قلب دوله الجزائر. يخرب بيوتكم. طبعا الرئيس عبد المجيد تبون كان رفع منحه البطاله للشباب من 85 الى 100 يورو شهريا. بعض المعارضين في فرنسا وبريطانيا دققوا النظر حسبما اشارت وسائل الاعلام الدوليه صباح اليوم. بعض المعارضين في فرنسا وبريطانيا حاولوا استغلال الوضع للترويج لمغربيه الصحراء الغربيه وانتقاد الجيش الجزائري والدفاع عن اسرائيل، مثل محمد سيفاوي اللي قال انا صهيوني، مما زاد الشكوك حول دعوات التظاهر. يعني ناس بتدعم الكيان الاسرائيلي هي التي تقود هذه التظاهرات من الخارج. يخرب بيوتكم. ايه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ ايه البجاحه في الخيانه ديت؟ لا، وايه المحسوبين على المعارضه في فرنسا وبريطانيا؟ وسائل الاعلام الغربيه وبالذات وسائل الاعلام الفرنسيه والبريطانيه قالت ان المعارضين الجزائريين في الخارج تبنوا الدعوات من اجل عمل تظاهرات ضد الرئيس عبد المجيد تبون. انت مقيم في الخارج وتطلق على نفسك معارض؟ كما تبعتوا اخوتي الجزائريين الفيديو راكم تشوفوا، يعني صراحة عجبني هذا المصري في رده على العملاء والخونة. ونحن نعلم أن العملاء الموجودين في الخارج كرقاصة العيون، عبدو صمار، أمير طز وإلى ما شبهه، يعني شوقي بن قعرة وإلى غيرهم، هؤلاء يعني مرتزقة عملاء راهم يخدموا على أرواحهم مع نظام المخزن يخلصهم باش يهاجموا الجزائر. كي كانت تنوض المظاهرات في الجزائر يديروا فيديوهات ويبارطاجوها على نطاق واسع. المراركة اللي يكرهوا كاع الجزائر، هؤلاء يعني عملاء المخزن، ويجي يقول لك أنا معارض. هذا ما هوش معارض، يعني باين باللي عامل لنظام المخزن. وكي شافوا المظاهرات في المروك لا، قال لك الجزائريين هم اللي راهم يحركوا في هذا المظاهرات. شوف سيدي، الناس كاتلهم الجوع والشر والمجاعة. زلزال الحوز راهم في عام مازال ما سكنوهمش، راهم في الخيم وقاعدين يعني يتعرضوا لكل انواع يعني العوامل الطبيعيه. الحمان فات عليهم، يعني سخانه كاع فات عليهم، راه جايين المستشفيات في عامين خاوتي. المهم خاوتنا، راكم سمعتوا يا عملاء اولا، وسمعتوا يا البراتيش يعني تحليل المصري. ثالثا رساله لخاوتي الجزائريين، دعموا القنوات تاع اولاد بلادكم دائما بالجام والبارطاج، واشتركوا في قنواتهم
ودعموهم لأنهم يدافعون عن الجزائر يعني مجانا. احنا رانا ندافع عن الجزائر، يعني لا نبتغي جزاء ولا شكورا. إلى فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.